السلام عليكم بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. انا في نعمه والحمد لله. الوصفه تاع نهار اليوم جبت لكم ديليس بالليمون. راح تكون وصفه بزاف بنينه هايله لعشاق الليمون. هذه الوصفه ليكم. ومن بين الوصفات اللي كنت درتهم، هذه اخر وصفه تاع حلويات العيد. نبدا بسم الله على بركه الله. تعرفون مقادير الوصفه وطريقه التحضير. هنا في اناء ولا غيسيبيون عندي 125 غرام تاع الزبده تكون طريه، وعندي حبه تاع البيض، ومغرفه صغيره تاع لافاني، زوج مغارف كبار تاع السكر الناعم. درت مبشور ليمون تاع حبه قارص، بشرته مليح ودرته معاهم. راح تمدها بنا بزاف هايله مع هذا الخليط. نخلط هكايا مليح غير بيديا هذيك الزبده مع البيض، ندخلهم مليح حتى نشوفهم دخلوا مليح، باش نزيد نضيف مكون اخر واللي هو مغرفه ونص تاع نشا. نزيد نغربلو هكايا مليح المكون اللي نديرو نغربلو، ونزيد نخلط مليح حتى تدخل، باش نبدا نضيف هذيك الفارينه. الفارينه لهنا عندي انا السيم، نستعمل هذه النوعيه تجي بزاف هايله. نبقى نضيف غير بشويه وغير قيس ملايم لاباط تاعي. شوفوا لازم نغربلها وديروا على راس المغرفه، يعني مغرفه غير باع صغيره تاع خميره تاع الحلويات. فوالا، ونبقى نضيف الفارينه. شوفوا انني نغربل في هذيك الفارينه، شوفوا وصلت فيها. نبقى نطم انا لهنا راني غير نطم، ما رانيش نعجن في العجينه تاعي، راح تجيكم بزاف هايله وتجيكم هشيشه. نكمل نطم كامل هذه العجينه تاعي. نخدمها هكايا غير بيديا، ونخليها تريح لمده 5 دقائق باش نقدر نخدم بها. شوفوا القوام تاعها كيفاش جا. وانا راح نديرها في هذا الليمون تاع الكوكياجا ولا تاع لي طارت اللي عندكم نتوما ديروهم، يجوكم قراف هايلين والحبه تجي شابه. نحكم هذيك العجينه نديرها هكايا غير بيديا، ونبقى نابوي عليها حتى يخرج هذاك الزايد ونحيه. لازم نضغط على لي بوردور تاع هذا الليمون، باش الحبه تاعنا كي ندخلها في الكوشه ما تهبطليش وتبقى حاكمه روحها. ومن تطلع لي هذيك العجينه نحي كامل هذوك الزوائد، ونديرهم يريحوا في الفريجيدار واحد 10 دقائق قسما نسخنوا الفرن تاعنا. ومن بعد نخرجوهم نطربوهم ونديروهم في الفرن تاعنا. الفرن تاعنا راح يكون مسخن على درجه حراره 160 درجه. يطيبوا من تحت، غير يطيبوا من تحت نحيهم خلوهم يطيبوا شويه حموره. لهنا ندوزو الكريمه ديكوجيل. واش عندنا فنجان ناقص اصبع تاع القارص، وعندنا فنجان وربع تاع الماء، وعندنا معاها فنجان تاع السكر نفس الكيله اللي كيلنا بيها، ومغرفه تاع نشا ثاني كنزيدو نضيفو معاهم ونخلطوه. وراح نزيد له هذا المكون اللي هو فلون تاع القارص. اللي ما عندهاش فلون تاع القارص تقدر دير تاع لافاني، تقدر تعوضو غير بالفاني. نخلطهم كامل هكايا بارد في بارد، ونروح نديرهم هكا فوق النار حتى نخلي كامل هذاك الخليط يعقد لي. بعد ما يعقد لي نجيبو هكايا غير فوق لو بلان دو طرافاي، ندير له سمحوا لي، ندير له لاباطاغوم تاع الليمون. ومن بعد نزيد له مغرفه تاع العسل، راح تحافظ لنا على هذاك الديكوجيل تاعنا ويخليه يقعد مده طويله بلا ما يخسر في الكاطو تاعنا. نديرو هكا يبرد في ريسيبيون، نغطيه بابي فيلم يكون يلامس السطح تاع هذيك الديكوجيل تاعنا، ونخليه يبرد هكا واحد 10 دقائق برا. من بعد نديرو في الكونجيلاتور. انا خليته برد في الكونجيلاتور على جال اللي راني مزروبه. نخليه هكايا يبرد، ومن بعد راح نخدم به. ندوزو لهنا نشوفوا الحبات تاعي بعد ما طيبتهم. قلت لكم خليهم هكايا حموره باش يجيكم مقرمشين وبنان. الحبات تاعكم ديروهم رقاق في العجينه، ديروها شويه خشينه باش تاكلوا شويه لاباط. نحيهم هكايا حتى يبردوا باش نقدر نحيهم من الليمون تاعهم. نستفهم هكايا، ونروح نجيب هذيك الكريمه تاع ديكوجيل اللي كنت درتها معكم. ديروا لها مغرفه تاع العسل هذاك اللي يتباع برا تاع مرجان، هي اللي راح يكون حافظ تاع هذا الديكوجيل تاعنا. نروح في كل حبه ندير شويه تاع هذيك الديكوجيل، ما نعمروش بزاف باش من بعد ما كي نديروا لها الكريمه ما تفيضناش. بعد ما نديرهم كامل نروح نعاود نديرهم هكا شويه يبردوا يشدوا روحهم، ونزيد ندير الكريمه في الكونجيلاتور باش تبرد، راح نحتاجها في الكريمه الثانيه. فوالا.
وبعد ما كملتهم كامل راني حنجي ندير معاكم الكريمه فيها 150 غرام تاع الزبده، 2 مغارف كبار تاع السكر الناعم نغربلهم هكايا مليح، ونزيد لها تانيك 2 مغارف من هذيك الكريمه تاع الديكوجيل اللي كنت درتها. راح تجيكم كميه مليحه وتبقى لكم وديروا بهم كامل هذو الوصفات اللي حنقولها لكم اليوم. ونزيد لها مغرفه تاع كريم شانتيي، ومن بعد راح نزيد لها 2 مغارف واحد اخرين، ونخلط كلش بالباتور. الكريمه تاعكم تاع الديكوجيل لازم تكون ضروري تكون بارده باش تطلع لكم هذيك لا كريم شانتيي اللي انا راح نزيد لها مغرفه ونكمل نطلعها، ومن بعد نزيد لها تاني مغرفه. دوك تشوفوا معايا كيفاش ولا القوام تاعها. نتوما بقاو تضربوا حتى هذيك لا كريم شانتيي تاعكم تذوب وتحسوها بلي ماهيش تبان. لهنا مغرفه ثالثه، والكريمه تاعكم تحسوها بياضت، كانت تبان صفرة ومن بعد تبدا تبيض وبدات تطلع وتضاعف الحجم تاعها. لهنا الكريمه تاعي نخليها تبرد مليح في الكونجيلاتور واحد 2 دقائق هكاك تشد روحها. الكريمه تاعنا هذه تجي خفيفه وفي نفس الوقت تجي شاده روحها. نعمرها في هكايا في بوش ادوي باش نبلعني وريت لكم هكا باش تعرفوا القوام تاعها كيفاش جا. نجيب هذوك الحبات تاوعي اللي كنت درتهم في بردو، ندير هكايا غير شويه من الفوق ما نكترش باش الديكوجيل هذيك تاعي ما تمشيليش. ودوك نوريكم كيفاش راح نسقم السطح تاعها بلا ما هذيك الديكوجيل تتمشي لي. شوفوني يعني نمسي غير في الاطراف، نحاول نغطي باش هذيك الديكوجيل ما نخليهاش كاع لي ساعه باش تخرج. كي نكمل نغطي كامل باش نمشي هذيك الكريمه ونسوي لها السطح من الفوق. الا هنا عندي انا الطليه كانت وجدت لي، كانت بقات لي من العلايش. راح نخلي لكم رابط تاع العلايش اللي كنت درتو اللي عجبكم بالبزاف. عندي طليه واجده درت لها مغرفه تاع الزيت وملون اصفر، انا حابه نلونه بالاصفر، ودرت له عطر تاع الليمون تانيك وراني نعجن فيه. وبالنسبه اللي ما عندهمش طليه واجده راح نعطيكم طليه سريعه على السريع. ديروا لها 3 مغارف كبار تاع الزيت، 3 مغارف كبار تاع الحليب، و3 مغارف كبار تاع الماء زهر. تخلطوهم مليح وديروا الملون تاعكم لك راح ديروه اصفر ولا كيما تحبوا، وديروا لها دانيك 2 مغارف كبار تاع القارص، وتبقاو تليموا فيها بالسكر الناعم حتى تحصلوا على القوام هذا اللي راكم تشوفوا فيه اللي تقدروا تطلبوا به. فوالا البنات الحبات تاعي بعد ما درتهم راني حطيتهم هكايا في شباك تاع الفريجيدير، ولا لازم تكون حاجه تكون مقيقيه، وتبداو تطلعوا فيهم هكايا كيما راكم تشوفوا غير بالمغرفه حتى يطلعوا لكم كامل. عفوا الله غالب سمحوا لي راني صايمه. وهاد لا فيديو عاودته 2 فوا كنت حطيته ضربه الاولى مي تنحالي كامل الصوت ما عرفتش علاه دخلت لي في المونتاج وراني عاودته. قلت لكم خلوهم كامل هكا يقطروا، والحبات اللي تشوفوهم ما تطلعوش مليح حطلهم وعاودوا لهم الطليه وخبطوا غير شويه هذاك لاغري تاعكم راح يهبط لكم كامل. ورفدوا الحبات تاعكم غير بالفرشيطه هكايا بعد ما تتواسى، وديروهم في سنيوه تكون رقيقيه وخلوهم يباتوا ليله كامله باش تقدروا تزينوهم ولا باش تقدروا تاكلوهم. لأنا راح تروح لكم من ليله كامله حتى بالك 2 جور هكاك. نتوما شوفوا على حسب واش نشفت لكم. فوالا انا نكمل كامل هادو الحبات بنفس الطريقه، وراح نوريكم الغاناش مونتي اللي راح نديره لهم. للغاناش مونتي واش نحتاجو؟ راح نحتاجو من هذه الكريمه ديكوجا اللي كنا درناها على الاول الكريمه، خليتها تجمد مليح وقعدت لي شويه من هذيك الكريمه تاع الزبده. درت لها 3 مغارف كبار تاع كريم شانتيي وراني نطلع فيهم هكايا كامل. هذيك الديكوجيل تاعكم خلوها تبرد مليح باش تطلع لكم بالخف هذيك الشانتيي. ولا هنا عند ذوبت ثانيك 60 غرام تاع زبده عفوا تاع شوكولاته بيضاء ذوبتها، وبعد ما ذوبتها خليتها شويه تبرد باش تهبط هذيك السخانه باش ما تهبطليش هذيك كريم شانتيي. وراني نضرب فيها ملح حتى تطلع لي كامل هذيك لا كريم وتحسوها بدات تثقل من هذيك الشوكولا اللي كنا درناها شغل تبرد وراح تجمد معكم ويتشد القوام تاعها. خلوها تبرد قبل ما تخدموا بها. نكمل نخرج كامل هذوك الحبات تاوعي بعد ما جمدوا لي. شوفوا كيفاش ولات نشفت لي الطليه. راني نقي فيهم انا لهنا بعد ما باتوا ليلتين كاملين، راني نقي فيها هكا كيما راكم تشوفوا.
ومن بعد ديكات نحطهم كامل في بلا يكون دقيقين، ونجيب هذيك الغاناش مونتي اللي كنت درتها معاكم. انا لهنا ما خليتهاش بردت مليح، من نتوما خليها تبرد وراح تجيكم القوام تاعها بزاف هايل وشاده روحها. كنت زينتها هكايا غير بحبيبات تاع البيستاش، كسرتهم هكايا في الرقيق، ودرت لهم تانيك ورد الشوش، عطاهم لون هايل مع هذاك اللون الاصفر اللي كنا درناه. يعني اللون والم والم مع الورد الشوش ومع هذيك البيستاش اللي كنا درناه. كنت استعملتهم هذه لي كيسات. هذه هي ما حبيتش نديرهم لي كيسات واحد اخرين، حبيت نخليهم هكاك سامبل باش الحبه تاعي تبان وتبان الشكل تاعها كيفاش جا. صدقوني جو بزاف هايلين. هذه الوصفه لعشاق الليمون، نقول لكم هذه الوصفه ليكم جربوهم. خرجوا لي الكميه 23 حبه والطليه راح تكفيكم. الكرناش مونتي تانيك راح يكفيكم. هذيك الديكوجيل تاني كيف كيف. الكريمه كيف كيف راح تكفيكم. والعجينه راح تقد لكم خرجتكم 23 حبه ب 125 غرام تاع الزبده. جاتنا كميه مليحه، راح تجيكم في الحلاوه معتدله مع القروسيه هذيك تاع القارص، تجيكم قراف بنينه. جربوها ما راحش تندموا. شوفوني وريتها لكم في طبق التقديم كيفاش جات الحلوى تاعكم، راح تجد لكم من مده طويله، ما كاش حاجه اللي راح تخسر فيها. هذيك الديكوجيل انا درنا فيها حافظ، وراح نقسم معكم الحبه. شوفوا كيفاش تجي الديكوجيل هذيك تشد روحها. الكريمه كيف كيف، الطليه طريه. لاباط تاعنا شوفوا كيفاش جات بزاف هايله. ولا هنا ما بقى لي غنقول لكم تبقاو على خير، ولا الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوليش لي جيم ولي كومونتير اللي كانت عجبتكم الوصفه، و... واللي ما مشتركات تشترك وتفعل الجرس باش يلحقها كل ما هو جديد. بقاو على خير.